السلام عليكم. اليوم وصفة الكثير ينتظرها دجاج شواية بتتبيلة سرية مع أرز نثري بطريقة البرغل التركي ونكهة تنافس المطاعم. إذا تبغوا دجاج ذايب ومحمر في البيت هذا الفيديو لكم. يلا نبدأ. بالنسبة للدجاج أنا عندي دجاجة هنا نقعها ليلة كاملة في موية باردة مع ملعقتين خل وعصير ليمون وملعقة كبيرة من الكمون وملح. خليتهم ليلة كاملة منقوعين، ويفضل نخليهم ليلة كاملة. لو ما قدرنا ليلة كاملة أقل شي من 6 ساعات ل8 ساعات عشان الدجاجة تتشال منها الزفارة وتتشرب نكهة الليمون والكمون. هنا أنا الحين حصفيها من الموية ونشفها كويس ونبتدي نتبلها مع بعض. بالنسبة للتتبيلة حنحتاج زيت زيتون طبعا. لو توفر عندنا زيت زيتون يكون أحسن، ما توفر عندنا نستخدم الزيت العادي اللي بنطبخ فيه دايما. حنحتاج ملعقة صغيرة من البابريكا وفلفل الأسود، وحنحتاج بهارات الدجاج مخلوطة، ممكن نشتريها جاهزة أو نسويها في البيت بالبهارات العادية اللي عندنا. والحين نبتدي نتبل الدجاج. ناخد البهارات نحطها، نحط عليها الزيت ونخلطها، والحين نجيب الدجاجة نتبلها. بعد ما نشفت الدجاجة كويس من الموية، يعني ناشفة تماما، الحين ابتدي اتبلها. اول شي اتبل جوا عشان تكون النكهة كمان واصلة لغاية جوا الدجاجة. قبل ما اقفل عليها اتبلها. هنا حنربط رجولها. الحين ناخد سكينة وناخد هذه الجلدة اللي بتكون في الجوانب، نسوي فيها ثقب وندخل رجل الدجاجة، ونفس الحكاية في الجهة الثانية. بعد ما ربطناها الحين هناخد السيخ اللي هندخل في الفرن، نثبت الدجاج وبعدين نتبلها يكون اسهل، لانه مع الزيت لو تبلناها قبل ما ندخلها في هذه الحديدة ستتزحلق معانا وما حتثبت وما هنقدر نتبلها كويس. فمن الاحسن اننا نثبتها الاول بهذه الطريقة. من الجهة الثانية كمان. كده الدجاجة خلاص اتبلت. انا ربطتها هنا بس بشوية خيط اللي هو حق خاص بالدجاج حق الشوي عشان الاجنحة ما تفك معانا وهي تلف. وحدخل الفرن على درجة حرارة هادية مرة، يعني 150 بس من على الشواية اللي فوق، وخليها تلف تاخد راحتها في الاستواء. وبعد ما تجهز نشوف شكلها مع بعض. وبالنسبة للرز اليوم إن شاء الله هسوي بطريقة مختلفة شوية كنوع من التغيير. هسوي على طريقة البرغل التركي، نفس النكهة ونفس الطعم. هسوي هحتاج صلصة طماطم اللي هي طماطم معصورة تتباع جاهزة، والطماطم العادية في البيت. هنحتاج فلفل ألوان مقطع صغير، هنحتاج بصلة صغيرة مقطعة صغير، شوية من صلصة الطماطم، فصين من الثوم مبشورين، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو واللي مو حار لو تبغوا تحطوا حار عادي، وملح. ونبتدي نجهز الرز مع بعض. نحط زيت بالقدر عشان يسخن. أنا هنا استخدمت زيت زيتون. هنحط شوية زبدة. أول ما تدوب معانا الزبدة نبتدي نضيف البصل ونخليه لغاية ما يبتدي يدبل. الحين ابتدى البصل يتحمر، خلاص ابتدي اضيف الفلفل الالوان، صلصة الطماطم، ونضيف الطماطم والثوم والصلصة في البهارات. كده خلاص الطماطم والبصل تحمروا معنا كويس، فخلاص اضيف الرز. طبعا الرز عندنا مغسول ومنقوع، ونخلي بس يتشرب شوية من الصوص خلاص، واضيف الموية المغلية. خلاص كده شايفين الرز شرب مرة الصوص. اضيف الموية المغلية
خلاص وأقفل عليه وأخليه ينطبخ على نار هادية مرة لمدة من 12 ل15 دقيقة. أهم شي النار تكون مرة هادية. الدجاجة طلعت من الفرن، استوت معانا، شايفين كيف شكلها. خلاص الحين حفكها من السيخ وأقدمها في طبق التقديم مع الرز. كده الرز جاهز معانا والدجاج جاهز معانا. خلاص نضيف في صحن التقديم. نحط الرز ونحط الدجاجة اللي اتحمرت معانا. وبكده الرز على طريقة البرغل والدجاج الشواية صار جاهز معانا. شايفين شكلهم ما شاء الله كيف. الرز حلو بنكهة البرغل والدجاج كمان مرة طري وحلو. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتعجبكم، وأشوفكم في وصفة جاية إن شاء الله.